السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله وصفة جميلة جدا جدا. هتغيري مفهومك نهائي لما تجربيها بالطريقة بتاعتي. بالطريقة دي هتغير نظرتك لها خالص، وما عادش بقى مش هتقعد تقولي ازاي، مين اللي بياكلي الكلام ده والكلام لا. انسى خالص المفهوم ده. هنعمل النهارده ان شاء الله وصفة المخ اللي هو بتاع الابقار والمواشي والحاجات دي، بطريقة سهلة جدا جدا وطعمها فوق الممتاز. جربيها بس بطريقتي وبعد كده احكمي يا ست الكل، هل ده طعمه حلو ولا وحش. ده طبعا من حلويات المذبح، وتعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نسمي الله كده. ادي المخ بتاعنا اهو، هو بيبقى شكله كده زي ما انت شايفه اهو. طبعا ده نص، ما كانش المخ كامل. تمام. انا بقى بسمي الله كده وبقوم جايباها زي ما انت شايفه كده، واقوم احاول ان انا اقطعها قطع معقوله يعني. مش صغير أوي ولا كبير أوي، لان كده كده انا هقطع تاني مكعبات، يعني دي مرحله ولسه في مرحله تانية للتقطيع. تمام. طبعا الوصفه ديت لو في حد بيعرف يعملها انا عاملاها يا جماعه، عشان اللي ما بيعرفش او عشان اللي بيقرف من اكله المخ، لا ما تقرفوش خالص. دي اكله جميله جدا جدا. انا اول مره كنت اعملها وان شاء الله مش اخر مره، بس كان طعمها جميل جدا جدا. انا طالما امي حبيبتي شهدت لي بيها ان هي كان طعمها جميل، خلاص يبقى كده اوكي. اهي كانت امي اللي جايبها لي، فانا قلت اعملها بقى وادوقها. قالت لي جباره. فما تجربوها ان شاء الله، ولو جربتوها اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها. طبعا انا بكون مجهزه ميه بتغلي عندي على بال ما اخلص تقطيع زي ما انت شايفه كده. معلش بقى السكينه بتاعتي بعافيه شويه يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت يا ريت لو ما اشتركتش في قناتي تنورنا بالاشتراك في القناه، لان ده دعم وتشجيع منكم لينا ان احنا نكمل باذن الله. وطبعا اضغطوا على اللايك يا قمر ما تنسونيش باللايك الجميل والتعليق الاجمل. لو وصفتك عفوا. لو عجبتك الوصفة، ما عجبتكيش يعني بلاش تقولوا كلام سلبي يا جماعة، والله الكلام ده بيأثر علينا يعني. خلاص كده انا قطعتها اهو زي ما انت شايفه بالحجم ده اهو. بعد كده زي ما قلت لك الماء عندي بتغلي حطيت فيها حبة من الطماطم وبصل وعود من القرفة، واقوم نازلة بالمخ في المية اهو، وهسيبه يغلي له غلوتين كده، وبعد كده هصفيه من المية بتاعته. بس طبعا لما احط له برضو فلفل اسمر وانكهه كده شويه عشان ياخد من المنكهات دي كلها. يبقى عندنا عود من القرفه، حبه طماطم، بصل، حبهان، فلفل اسمر، وده روزماري ناشف. تمام. هي بدات تغلي اهي. خلاص انا صفيت الميه بتاعتها ورميتها اهي زي ما انت شايفه كده اهي. كانت سخنه جدا، شايفه. انا بجد اتصدمت لما عملتها، انا ما كنتش متخيله ان هي تبقى بالجمال ده. انا كنت فكر يعني، مش هكذب عليكم، انا كنت اول ما يقولك كلمه مخ قدامي دي كنت بقرف، بس لما جربتها يعني ايه ده، ايه الجمال ده، جميله جدا. لهم حق يسموها حلويات المذبح، فعلا جميله جدا جدا. معلش بقى كانت سخنه مولعه جدا اهو. فانا هحاول ان انا اقطعها قطع كده صغيره. جبت شوكه عشان امسكها بقى لانها كانت سخنه جدا جدا. قطعها بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزة اقطعها بقى شرايح طويلة، مكعبات زي ما انا بقطع كده، بأي طريقة انت عايزاها. بتجمد يا جماعة وبتبقى مش عارفة اوصف لكم ملمسها، هي جميلة جدا يعني، بصراحة ابهرتني. شايفة. انا بوريكي بس شكلها عشان الناس اللي بتقرف او فكرهم ان هي هتبقى هلامية كده، لا هي مش هلامية ولا حاجة، ده بتبقى قطع متماسكة و آه،
بتقطم كده. عارفين القوانص؟ شفتوا اكل القوانص؟ هي نفس الملمس اكل القوانص كده بالظبط، نفس القوانص بالظبط. سخنة جدا. صلاة بنا على النبي يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ماشية معاكي واحدة بواحدة اهو. ده طبعا تعليمي للبنات اللي لسه مبتدئين، أو العرايس اللي لسه مبتدئين حياتهم. يعني ما مش عيب، يعني كلنا لسه بنتعلم وهنموت برضو واحنا بنتعلم. خلاص الحمد لله خلصت تقطيع. معلش طولت عليكم في التقطيع أوي. باجيب حلة على النار بقى، بنزل فيها ب3 معالق كده من الزيت اهو. اهو يا دوبك كده. وبكون فرمة بصل، طبعا بصلتين بقى اهو. هذا البصل بتاعنا، انا طبعا مقطعاه خشن مش ناعم. انت حابه تنعميه براحتك خالص اهو. بعد كده بس بتديله ايه لفه كده في الزيت، او تشويحه في الزيت اهو. بعد كده بتجيبي معلقه من الثوم المهروس، وبرضه تديها تشويحه مع البصل. خلاص كده. بعد كده بتكون طبعا لا بتسيبها تدبل ولا اي حاجه، كله على السريع اهو. بتكون جاهزه بقى ايه، قرن فلفل حامي، قرن فلفل بارد، المهم اساسي معاكي الفلفل في الوصفه بتاعتنا دي. طبعا حابه تحط فلفل الوان جميل جدا، حابه تحط زي ما انا حطيت كده براحتك خالص. كله هيمشي معاكي يا ست الكل. برضو تديها شويه كده على السريع اهو، عشان كله ياخد من الميكس بتاعه اهو. بعد كده بتقوم جايبه قطع المخ بتاعتنا اللي احنا مقطعينها اهي، وبتقوم نازله بيها على البصل والفلفل بتاعنا. اللي بيبقى كله في بعضه كده زي ما انت شايفه اهو، واحده بواحده. تمام كده. بعد كده بقوم مغطيه عليها شويه، دقيقتين تلاتة يعني مش اكتر. وبعد كده هنشوف هنعمل معاه ايه. خلاص اهي خدت من تشويحة البصل والفلفل والحاجات الجميلة بتاعتنا دي اهو، زي ما انت شايفة كده اهو. بعد كده بتكوني مجهزة صلصة طماطم عندك، وتقومي نازلة بيها على الايه الوصفة بتاعتنا دي اهو. طبعا ما تكتريش طماطم يعني، يا دوب. عندنا بقى البهارات ايه، بابريكا، فلفل اسمر، البهارات السبعة، والكمون والملح، بس كده. تمام. وهنضيف فصين او حبيتين من الحبهان. دي معلقة كزبرة ناشفة اهي انا ضفتها. ده بس تقليبه كده. جربها بطريقتي دي وامانه عليكي لو عجبتك ما تنسنيش بدعوه حلوه من قلبك. اهو من الحبهان اهو. قلبي بقى، والملح طبعا بتاعك، وتسيبيها تستوي يا ست الكل.
اهي شايفه بعد ما استوت جميله، وكانت ريحتها جميله جدا جدا. قدميها بقى بالطريقه اللي انت حباها. انا قدمتها بالطريقه دي، قدمها انت يا ست الكل بالطريقه اللي انت حباها. حابه تاكليها بقى مع عيش، تاكليها مع رز بشعريه، هي ماشيه مع الاتنين. احنا حبيناها مع العيش، انت حابه تقدمها مع رز بشعريه، تمام وزي الفل. اوعي بقى ما تنسيش بالاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد مني، والقناه تكبر بفضلكم، وبفضل الله اولا وبفضلكم ثانيا. وطبعا بشكر كل حد يكتب لي تعليق كويس، يعني دعم ليا. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.